أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. الحمد لله بقدرة الله قد توفقنا لافتتاح مركز صحي كوجاك بمدينة مبروكة. المركز ده مكون من 4 أقسام. القسم الأول لمكتبة الطبيب، مكان بتاعت مقابلة بتاعت المرضى. 2 صيدلية متكاملة، كل الأنواع بتاعت الأدوية وكل المتطلبات بتاعت الدواء. 3 ده مكان بتاعت الجراحة والعمليات الصغيرة، ده قسم الجراحة. القسم اللي هنا ده قسم الجراحة والعمليات الصغيرة. إن شاء الله بمشيئة الله ربنا يسهل من ده مكان الجراحة. بعد ذاك المكتب الثالث الرابعة بيجي مكتب حقة المعمل، معمل وكل الفحوصات متكاملة متواجدة. مكان المعمل ياخد هنا الجرعات، وفي أنبر داخلي للجرعات. الناس اللي بيجي بالليل بكون محتاجين لجرعات ومحتاجين انه ينتظروا يكملوا لهم جرعاتهم. عندنا مكتب جوا غرفة كاملة بتاعت الطوارئ. بعد ذاك الصيدلية كل الفحوصات متكاملة. تم افتتاح مركز صحي مركز كوجاك، أقسام مكتملة الحمد لله. ده قسم المعمل، فحوصات روتينية، كل الفحوصات الروتينية متوفرة الحمد لله. أجهزة جديدة كلها الحمد لله متوفرة. نسأل الله يوفقنا لخدمة البلاد والعباد إن شاء الله، ولخدمتكم إن شاء الله. ربنا يتقبل. يا اخوانا الافتتاح يوم السبت 2026 25 ان شاء الله، غدا ان شاء الله. متوفر في يوم غدا إن شاء الله مقابلة مجانية، فحوصات روتينية مجانية، تخفيض في أسعار الصيدلية تخفيض في أسعار بتاعت الصيدلية، أسعار بتاعت الأدوية تكون مخفضة. والعمل نظام 24 ساعة إن شاء الله أوريدي نكون شغالين. وحالات اللي بتجينا بالليل، حالات الطوارئ اللي بتجينا بالليل، عندنا عنبر وعندنا مكان إقامة بتاعت المريض داخلنا إن شاء الله. تسلم يا اخوانا عشان تكسبوا الفرصة، الجماعة دي قالوا في حسم الجنب بكرة ان شاء الله، تحاولوا تجي ان شاء الله. شارع حافظ السوداني جوار منزل سامبو المعروف لديكم، وشارع عمي حارون المرحوم، وشارع إبراهيم جبرين. الموقع منزل سليمان أبو بكر حجر، الشارع حافظ السوداني. الموخي بيت محمد أبو بكر حجر، شارع شمال فكي سوداني، جنوب عمي حارون.